تخيل تاني واحد ياخد جايزة نوبل في الأدب. ما كانش شاعر ولا كاتب روايات، كان مؤرخ بيكتب التاريخ كأنه فيلم سينما. اسمه ثيودور مومسون. اتولد سنة 1817 في ألمانيا. درس القانون لكن قلبه كان عايش في روما القديم. كان ممكن يقضي ساعات يقرأ في حرف واحد في حجر روماني، لكن يسمع فيه قصة إمبراطورية كامل. كتب عمل ضخم اسمه تاريخ روم، كون من 15 مجلد، بيحكي فيه قصة إمبراطورية كاملة كأنها لسه بتتنفس. النقاد قالوا مومسون ما كتبش التاريخ، ده استحضره من الموت. هل التاريخ ممكن يبقى فن؟ مومسون أثبت إن القلم ممكن يبقى آلة زمان. سنة 1902 خد جايزة نوبل. تخيل شيخ كبير شعره أبيض وإيديه بترعش بيستلم الجايزة بابتسامة هادية. ولما سألوه إيه اللي خلاك تكتب التاريخ كأنه حي، رد بهدوء وقال أنا ما دونتش الماضي، أنا سمعت صوته. وبعد الجايزة بسنة رحل عن العالم. لكن أول ما بيته اتحرق سنة 1880 كان أول حاجة أنقذها هي كتبه. كأنه عارف إن التاريخ لازم يكمل. يمكن التاريخ يكون نسى ناس كتير، لكن ممكن وأول واحد علمنا إزاي نسمع صوته من جديد. واللي بعده شاعر حرر وطنه بالكلمة مش بالسلاح. تابعني علشان تعرف قصته في الحلقة الجاية من نوبل في دقيقة.